يا جماعة الأسعار راحت في داهية. فالكلام ده للجماعة المقاولين، أنا بناشد الجماعة المقاولين، كل واحد كده يحترم نفسه كده ومقامه، ويحط أسعار زي الناس عشان الناس تعرف تاكل عيش. مش كل واحد عايز يروح يهجس، يروح يحط لي سعر ويتنيل بعد كده ويسيب الشغل ويمشي ماشي، واحنا اللي نروح نتورط فيه تاني. فمن البداية كده حط سعر مظبوط عشان يشغلك. النهارده الصنايعي عايز يومية 350 جنيه ويا دوبك عليه، قسما بالله يا دوبك عليه. النهارده بقول لك كيلو اللحمه يوم الثلاث هيبقى ب 250. طب الصنايعي ده يوميته هتعمل له اللي بياخدها دي. فقال حاجه للصنايعي النهارده يوميه 350 جنيه عشان خاطر يعرف يجيب له كيلو لحمه، وان كان يجيب له كيلو رز معاه، ولا هياكل اللحمه من غير رز يا جماعه وشويه خضار. فكل واحد يحترم نفسه كده. من الناس اللي جايبه لي مقص يدوي وتنايه ومقص سلك حاطينهم على كتفهم وطالعين يجروا، يا ريت تحطوا اسعار زي الناس، يا ريت تحطوا اسعار تعرفوا تشتغلوا بيها، تعرفوا تاكلوا بيها، يا ريت. انا بناشد المقاولين، المقاولين مش ابو مقص يدوي وتنايه على كتفه.